السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعين ديالي العزاز الغاليين، شخباركم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله جيت نشارك معكم داك الزيتون اللي كنت درت صوب داك النهار. دابا تشوفوا النتيجة ديالو كيفاش جا وكيف والتكملة ديال هذاك الفيديو. يلا بسم الله على بركة الله، نبدا ان شاء الله وانتم معايا حتى الاخر. غادي نشارك معكم اليوم داك الزيتون اللي كنت صوبت معكم داك النهار. شتي كي تيكون داك المرجان ديالو والملحه. غادي تشوفوا كيفاش جا. شاركت معكم ما نحسب شحال من نهار، مازال ما حسبت شحال من نهار باش تصاوبتو. دابا غادي نديرو في هذا البانيو وغادي نغسل تغسل من الملحه. صافي هاد الخشا ديال الملحه ما تبقى فيها والو. صافي شتي كيفاش جا. دابا غادي ان شاء الله نغسلو مزيان من الملحه، ونغسلو مزيان ونسقطرو ونحطوه يتشمش في الشميشه شويه ينشف، وندهنو بشويه زيت البلديه. ومو ديك الساعه اللي بغاه لي يشرملو اللي بيخليه غير هكاك. المهم انا ما غادي نشرملو ما والو، غادي نغسلو مزيان ونشمشو وندير عليه شويه ديال الزعتر ونديرو في شي بواطه ونحيدو نبداو ناكلو منه. المهم دابا غادي نغسلو انا من هاد الملحه. غادي نغسلو كيف ما قلت لكم، نروح نتفاش عليه نغسلو. غادي نغسلو مزيان كيديروا داك الملحه وكيديروا داكشي كامل اللي باقي فيه، وغادي نديرو في الشبكيط. جا زوين وناجح 100%. حتى داك اللي كيدار في الفيديو ولا في القرعه ولا في الفيديو كيجي زوين. هذا بلدي طريقه تقليديه. الملحه هي اللي ما كتخليش يخسر، هما داك اللي كيتباعوا داكشي راه تيصاوبوا غير بالصودا. كيتنقى الماء ديالو، ما كيبقاش فيه داك السحوليه ديال المرجان. صافي الزيتون ديالي بعد ما غسلته تبارك الله شحال تامر وزوين وسمين وناجح 100%. تبارك الله ملحم، ماشي داك اللي كيكون ثاني تيبجغوتي واللي ثاني جلدو لاصق على عظمو. المهم دابا غادي نديرو في اللاطون نحطو في الشميشه حتى ينشف مزيان، عاد ندهنو بالزيت. صافي ملي غادي يتشمش مزيان وينشف من الماء غادي ندهنو بشويه د الزيت باش يعود يعطيه الزيت كيعطي ديك اللمعه. وصافي صافي الزيتون ديالي بعد ما غسلته ونشف شتي ما بقى فيه لا ما لا والو. صافي دابا نشف غادي نديرو في شي طبسيل ولا في شي قصريه ولا في شي حاجه. غادي ندير ليه بحال هكا. والله جا زوين ماشي ما غامل ما حتى حاجه. هنا غادي ندير عليه شويه ديال الزيت البلديه. هو اللي ديك الزيت البلديه هي اللي كتعطي ديك اللمعه. يبي يشرملو ندير ليه الثومه والكمون والتحميره والزيتون هذا والحم مسير. تبارك الله شحال جا زوين وناجح 100%. وما مالحش بزاف ما حتى شي حاجه، وحسن من داكشي اللي كنشريو وحسن منه ب1000 درجه ولا بمليون درجه. ما فيه الصودا، ما فيه مواد حافظه، ما فيه حتى شي حاجه طبيعيه تقليديه ديال جدودنا. نتمنى تجربوا هذه الطريقه ان شاء الله. اللي باقي عنده الزيتون يجرب هذه الطريقه ورد عليا الخبر. واللي ما باقيش ليا سميتو ان شاء الله العام الجاي لا طول الله في العمر يدير ليها الطريقه. صافي درتو في التبصيل. غادي ندير عليه شويه ديال الزعتر
يدير فيه واحد المذاق زوين. انا هادشي اللي غادي ندير ليه. صافي ندير ليه شويه د الزعتر صافي. صافي تبدا تعجبكم الطريقه ديالتي في الزيتون الكحل، وما ترددوش تجربوا هذه الطريقه. وحتى لهنا تنقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والى اللقاء في وصفه اخرى ان شاء الله. ان شاء الله دابا غادي نوجد معكم ونشارك معهم نشارك معكم املو بالكاوكاو. كيجي زوين وتيجي رائع وتيجي حاجه اللي بنادم ياكلها وياكلها لولادو بعينين مغمضين. حاجه نقيه وحاجه صحيه. يلا بسم الله على بركه الله، نخليكم ان شاء الله مع الوصفه. مقرمل حمراه غادي نقص منه شويه ديال غادي نقص منه شويه ديال القشره، وراه بارد دابا برد. حمرته وخليته حتى رجعت عليه السخونيه ديال المقله وبرد. دابا غادي نقص منه غير شويه ديال القشره ونرجع معكم. غادي نديرو غادي نديرو في الخلاط نيشان، وغادي ندير عليه سكر كلاصي. غندير 2 معالق صافي باش ما يجيش حلو بزاف. وندير واحد الرشيشه ديال الملح، رشيشه ثاني. غادي ندير الزيت البلديه، اللي ديال الزيت العاديه طيبه، ولا ندير زيت اركان ندير زيت اركان. المهم راه زيت اركان دابا راه مبقى بزاف، كنا كنديرو غير بزيت اركان. دابا راه عاد غالي الزيت اركان وقليل. صافي غادي نطلق المونينيكس ونطحنو مزيان، ونزيد واحد المكون انا ما كنتش كنديرو، ولكن ملي نجرب واحد المره وعجبهم غادي نديرو اليوم ان شاء الله. شفتوا كيفاش كيجي. دابا غادي نعاود نطلقو مازال ما طحنتوش مزيان. المكون اللي قلت لكم غادي نزيد ليه هو القوبيل. هاد الكوبيل زدت ديك النهار جربته وجا زوين عجبهم، وغادي ندير لهم معلقه وحده صافي فيه ديال باش تلقيهم المذاق. اللي ما باش يديروا ما يديروش. انا غير ملي شفتهم عجبهم وانا نديرو لهم. غادي ندير معلقه وحده صافي. صافي هذا هو القياس ديالو. صافي هذا هو القياس ديالو. راه صافي تبارك الله مطحون مزيان، ما مهرمش ما حتى شي حاجه، بحال تقولوا واش مطحون في الرحى. المهم بعدا سهل من الرحى. المولينيكس راه سهل من الرحى. الرحى راه فيها تماره. المهم بارك عليه. دابا غادي نخوي في هذا اللي بغيت نخوي فيه، القرعه اللي بغيت نخوي فيه. ماشي كيجي زوين وصحي، ما فيه لا شي حاجه اللي تضر ولا شي حاجه. هادشي غير كاوكاو والزيت البلديه. وانا جبت لي داك المكون قلت لك ملي يعجب البنات قلت درتو ليهم. المهم هذا هو هذا هي القوام ديالو، وكيجي زوين حاجه صحيه احسن من الجاهز. المهم شي حاجه اقتصاديه وموفره. كتشري بعدا كنشريو وحنا بعدا كنشريه. شحال من مره شريتو كنلقاه فيه ريحه الغموله وتيبان ليا خضر ما طايبش. الكاوكاو ما مقليش مزيان ما طايبش، وقليل فيه الزيت وغير مهرمش. كتلقيه خصك تجيبيه حتى للدار وتزيدي ثاني زيت اخرى. ايوا هذا حسن. تشري نص كيلو ديال الكاوكاو ولا هذا وكطحنيه في الدار وكيعطيك واحد الكميه وافره وزوين ونقي وعارفه ما تاكلي وما تاكلي لولادك. المهم انا درتو. دابا غادي نديرو في هذا الحك، وغادي نزيد عندي واحد اخر غادي نزيدو عليه ان شاء الله. انا راه باقي عندي مازال شتي. دابا بنتي كتمشي تقرا بعيد وكنديرو باش نعطيه لها باش تعود تفطر. داكشي اش درت عاودت درتو ثاني. غادي نعطيها هي ديالها في الحك اللي بغات تدي معاها، والاخر غادي نزيدو انا على هذا حيت هذا يلاه درتو ماشي باطل. تبارك الله ملي درت لهم فيه الشكلاط كلاوه. هذاك الشكلاط عبره الحلو ماشي الاخر. المهم غادي نعمر لها هي الحك ديالها اللي بغات تدي. غادي نعمر لها هي الحك ديالها اللي بغات تدي باش تعود تفطر.
والاخر غادي نزيدو انا على هذا. صافي دابا هو كاملو وجدتو. هذا راه درتو لهنا باش غادي نفطرو. هذا راه مع الصباح هادشي. هذا درتو هنايا وهذا درتو هنايا باش على حساب الدار، على حساب الدار. هذا على حساب بنتي ديما ان شاء الله في كتبقى. ايوا هادشي اللي عطا الله هو هذا. غادي ندير لها واحد السلوفان هنا هو الاول عاد نسدو. هذا ديال هذا الحك سد ليه فمو باش ما يتخواش في شي حاجه. صافي نتمنى يكون تيبان لكم مع الذره مع في الصباح. المهم ها هو هذا درتو في هذا راه تشوفوا القوم ديالو زوين قياس ما خاطر ما جاري. اما راه كتشري وكتلقي خاطر خصك انت تزيدي الزيت. ايوا علاش غادي نضيع فيها انا الفلوس ونزيد للدار ونزيدو الزيت ومهرمش وكاع ما طيب وتيكون نيو فيه ريحه الغموله. لا ما اختي نشري الكاوكاو ونقي على يديا ونحمر على يديا طيب على حقو وطريقو ونخليه تيبرد ونطحنو ونزيدو ندير ليه السكر قياسي اللي بغيت وندير الزيت اللي بغيت ونطحنو حاجه نقيه. ايوا هادشي هو اللي عطا الله. هذا هو هكا كندير انا لا سميتو الاملو ديالي لا تاع كاوكاو ولا ديال اللوز. وديال اللوز راه عندي في القناه حاطه. هذه هي نهايه هذا الفيديو اللي شاركت معكم فيه جوج الوصفات. كنتمنى يعجبوكم وينولوا الرضا ديالكم. وكنقول لكم ما سخيتش بكم واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والى اللقاء في شي فيديوهات اخرين وشي وصفات اخرى ان شاء الله اقتصاديه وفي المتناول. يلا الى اللقاء.